الجيش الجزائري عاجز على مواجهة عسكرية. سلام الله عليكم. استحمار كبير في الفترة الأخيرة في قضية الحرب وما الحرب، ومجلس عسكري عقده الرئيس المعين تبون وشنقريحة ودق طبول الحرب وغير ذلك، ولكن هو في استغلال بطبيعة الحال لجهل يعني العام، لأنه ما فيش وسائل الإعلام تقوم بعملها، ما فيش يعني معلومات يعني تقدم للناس حتى يفهموا هذه المواضيع بشكل صحيح. لهذا صار النظام الجزائري الآن يلعب على هذا الوتر ويستحمر في الناس على قضية المواجهة العسكرية، ما المواجهة العسكرية وغيرها من الترهات، واللي ما راح نوضح لكم يعني بواحد زائد واحد لماذا الجيش الجزائري أصلا بهذه القيادة العسكرية عاجز على أي مواجهة عسكرية، وبأن الوضع حقيقة كارثي، والوضع يعني لابد الأصل أن الجميع راه يتحدث عن الموضوع هذا، على استعداد الجيش الجزائري لأي مواجهة عسكرية محتملة على قضية التسليح وغير ذلك. ولكن اليوم في الجزائر تتكلم كلمة في قضية اجتماعية تلقى نفسك في السجن، فما بالك أنك تتكلم في الشأن العسكري. بطبيعة الحال هذا الأمر صار مستحيل، ولهذا النظام الجزائري يستغل هذا الأمر. لكن قبله فقط وراح نتكلموا على موضوع يحبوه كثير، يعني خصوصا أنصار النظام وفلسطين وتحرير فلسطين وإسرائيل وغيرها من الأمور، وهذا يقول لك احنا واش دخلنا درك في القضايا هذه. شوفوا أولا الفيديو عنده حتى علاقة بوش راح نتكلموا عليه اليوم، ومن بعد راح ندخلوا في الموضوع اليوم اللي يهمنا، هي قضية استعداد الجيش الجزائري لمواجهة عسكرية، وإن كان ذلك ممكن أصلا. شوفوا معي هذا الفيديو على السريع بركة. شوفوا هذا باين شخصية كبيرة يا خويا، راكم تشوفوا في الكورتيج الله يبارك، باين شخصية كبيرة جات الغرب الجزائري. راكم تشوفوا الله الله يا اخي، راكم تشوفوا ما الصورة واضحة. ها يا خويا كورتيج الحماية الأمن. شوفوا كشغل الرئيس، كيشغل الرئيس راه وصل للولاية من ولايات الغرب الجزائري، بما أنه الرئيس المعين لا يتجول في ولاية الوطن. هاو جاكم شخص آخر يتجول في ولاية الوطن. دوكا شكون هذا؟ واحد يقول لك معليش هذا يكون والي، يكون منا كش فنان معروف، فنان معروف، بصح سنا نسمعوا الشخص هذا شكون هو. ما نقول لكمش شكون هو، درك نسمعوا. نفضل اننا نسمعوا احسن باه تشوفوا يعني الشعارات، بانه كل شيء شعارات في البلد هذا، كل شيء غير الشعارات، ما كانش حاجه قال رسمي ولا كل الشعارات، ولكن الواقع هو شيء آخر. هذا بطبيعة الحال يا جماعة الخير اللي كنتوا تشوفوا فيه، هذا هو الفنان الفرنسي باتريك برويال. اسمعوا هذا باتريك برويال واش كان يقول. اسمعوا درك نترجم لكم. absolument inévitable et absolument indiscutable. D'ailleurs, elle n'était pas discutable. نيتي با ديسكوتابل. خلاص واش قاعد يقول السيخونه هذا باتريك بغيال؟ هذه في 2009 الفيديو هذا واش كان يقول؟ كان كيقول لك اون اكسيون هذاك الوقت، اون اكسيون كونتر لي باليستينيين، يعني ضد الفلسطينيين وقتها. تتذكروا كيف كان القمع وغير ذلك، ماشي القمع، الجرائم يعني اللي ارتكبت وقتها. يا اخي جماعه فلسطين الشهداء ومنا هذا جاء استقبل استقبال الملوك في الجزائر. قال لك لاكسيون ديزرايل وقتها إليتي انديسكوتابل، لا نقاش فيها. معليش يقتلوا الفلسطينيين ومنا ما كان حتى مشكل، لا نقاش فيها. انا الزياره تاع باتريك بغيال للجزائر، اللي هو ماهوش باتريك بغيال، هذا هو الاسم الفني تاعو، هو اسمه باتريك بنغيغي. الزياره تاع باتريك بنغيغي انا بالنسبه لي شخصيا طبيعيه، وعنده الحق انه يزور الجزائر لانه ولد في الجزائر، لان مواقفه غير ذلك من القضيه الفلسطينيه. انا تعرفوني اصلا هذه قضيه الشعارات ومنا ما عنديش اصلا. انسان ولد في الجزائر يزور الجزائر حقه، ما كان حتى نقاش فيها. وانا ما نفرق لا بين، لانه الديانه ما تقدرش تستهدف شخص
لأنه تقول ديانته يهودية، كانوا يهود الجزائر، كانوا جزء من تاريخ الجزائر. ولكن النظام الجزائري اللي يقول لك بأنه حنا أكبر داعمين للقضية الفلسطينية ومع فلسطين وفلسطين الشهداء ولم شمل الفصائل الفلسطينية ولا نهرول نحو التطبيع. اليوم النظام الجزائري يخصص استقبال الملوك للشخص، ماشي يدعم إسرائيل اللي يدعموا إسرائيل الكثر، يدعم تصال، يدعم الجيش الإسرائيلي. أنا ما فهمتش وقت كانوا ضد الزيارة تاع أوريكو ماسياس للجزائر، هذا باتريك بغيال أو داعم أكبر لإسرائيل، واستقبل استقبال الملوك في الجزائر، ولا واحد يتكلم على الموضوع، ولا واحد يتجرأ. انتم تقولون اليوم أكبر تهديد على الجزائر هو إسرائيل. أنا كي نسمعكم هذه هي. وحتى أنصار فلسطين، هذوك فلسطين، جماعة فلسطين الشهداء الجزائريين، يا أخي يقول لك حنا لو كنا على حدود فلسطين لتحررت فلسطين في 24 ساعة. الله أكبر يا خويا، ما تحرروش فلسطين، ما كانش مشكل. روحوا برك انتقدوا النظام الجزائري، انتقدوا برك، مش حتى تهجموا على النظام، انتقدوا النظام الجزائري لأنه خصص استقبال الملوك لواحد من أكبر الداعمين لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي اللي انتوما تقولوا أنه أكبر عدو. كيف انتوما الأعداء تجيبوهم للجزائر وتستقبلوهم استقبال الملوك وانتم تقولوا باللي التطبيع وقضية أنه إسرائيل صارت على حدودنا والمخزن وإسرائيل وغير ذلك، وهما أكبر أعداء وراحين يدمروا الجزائر. هادو راحين يدمروا الجزائر، انتم تجيبوهم لتلمسان، لقلب مدينة تلمسان، وتخصوا لهم استقبال الملوك. أنا حبيت نفهم، ما فهمتش، ولهذا قلت لكم الموضوع مرتبط، لأنه أصلا دركا البروباغندا تاع النظام ويقول لك حنا ولازم نرفعوا ميزانية الجيش وغير ذلك. هذه القضية مرتبطة بواش؟ مرتبطة بتطبيع المغرب مع إسرائيل، ومرتبطة بأنه إسرائيل حابة تدمر الجزائر حسب أقوال النظام الجزائري. إذا كانت إسرائيل حابة تدمرنا، لماذا تجيبوا واحد من أكبر الداعمين لإسرائيل وتخصوا له استقبال الملوك اللي هو باتريك بنغيغي المدعو باتريك بغيال؟ انا على الاقل راني نخرج لكم عيني عينك، نقول لك ما عندي حتى مشكل، جو سوي كونطون. انا نكون فرح لما الناس عندهم اصول جزائريه سواء كانوا من يهود الجزائر وغير ذلك يجيو للجزائر، خصوصا لما يكونوا فنانين، على الاقل يعطيو صوره مليحه للشعب الجزائري وللجزائر. ما عنديش مشكل مع الناس هادو، ولدوا في الجزائر، هم جزء من تاريخ الجزائر، حبينا ولا كرهنا لفتره لطوال قرون. يعني اليهود لازم تعرفوا بانه حتى وصل له ديكري كريميو سنه 1870 كانوا جزء من الجزائر، يعني من الجزائريه، وكانوا مرتبطين بالشعب الجزائري. جاء لو ديكري كريميو سنه 1870 عطانهم الجنسيه الفرنسيه، تما بدا يصرى انشقاقات وصارت حتى يعني كوارث بين المسلمين واليهود وغير ذلك. ولكن في الاصل هادو ناس عندهم الحق يزوروا الجزائر، ما قلتلكش عطيوهم الجنسيه. بصح نتوما جماعة النظام اللي تقولوا ان احنا جزائريين وحنا نحرروا فلسطين، لو كان جات على حدودنا في ظرف قال لك 24 ساعة. جماعة فلسطين الشهداء قال لك نحرروا فلسطين في 24 ساعة لو كان جات على. هاو جاكم أكبر داعم لإسرائيل. روحوا انتقدوا النظام اللي جابوا اللي خصص له استقبال الملوك. بطبيعة الحال لا نتكلموا على القضية الكارثة الأكبر، يعني هذه شوية القضية تقريبا مضحكة يعني على التفاهات تاع النظام الجزائري. ولكن القضية الأهم واللي هي قضية استعداد الجيش الجزائري. لماذا الجيش الجزائري عاجز على أي مواجهة عسكرية؟ لأنه كنت تشوفوا مؤخرا في الساعات الأخيرة راهم دايرين مجلس عسكري وقال لك راهي طبول الحرب تدق وما على باليش واش وغيرها من البروباغندا. هذه ليست إلا ترهات. ودرك نبين لكم بواحد زائد واحد بأنه هذا الجيش أصلا عاجز على أي مواجهة عسكرية. وهذه شفناها، أنا كنت نشوف زيارات تاع شنقريحة لفرنسا وكنت نستنى، قلت بالك تكون كش إعلانات، بالك صفقات في التسليح. لما تكون أنا صفقات في التسليح قال بين فرنسا والجزائر ماشي مشكل،
اون فا ديسكوتي تما نتكلموا. قال صفقات مثلا اللي رايحين يشريو، على باليش انا تشريو الرافال، رايحين تشتريو ربما يعني مدفعيه فرنسيه، ما على باليش تما نتناقشوا. لكن حنا شنقريحه راه زياره سياسيه ما عندهاش علاقه بالشان العسكري، رغم انه اليوم حنا ما نحتاجه هو صفقات تاع التسليح. لا، سي خونا رايح وشوفوا، نبدا لكم من البدايات باه تشوفوا لماذا الجيش متخلف تاعنا. شوفوا فقط لما تبدا الصوره، راني راح نتكلم لكم على الصوره. هذا قائد اركان الجيوش الفرنسيه تيغي بوركار مع شنقريحه. اولا تقول جد مع حفيده ولا حاجه، ما عليناش، مش مشكل، رغم انه تيغي بوركار يعني راهو في منتصف الخمسينات، ما عليناش، بصح تشوف الانسان اللي يمثل الجيش تاعو. شوفوا نقارنوا فقط بين قائد اركان الجيش الجيوش الفرنسيه وقائد اركان الجيش الجزائري. شوفوا فقط الجانب السوري ومن بعد نتكلم لكم على قضيه التسليح. شوفوا معايا على هذه المبادئ. راكم تشوفوا، هذه هي الصور اللي نشوفوها يوميا في الاعلام الجزائري، راكم تشوفوا. لا تقول صور من الستينات من السبعينات يعني، وحنا اليوم رانا في 2023 وكل شيء تكنولوجيا. نشوفوا هذا تيغي بوركار، نشوفوا هذا في لا بريزونطاسيون دي كاباسيتي دو لارمي تير تاع سنه 2020، تقديم القدرات تاع القوات البريه الفرنسيه سنه 2020. وكان بطبيعه الحال شكون يقدم هذا الحدث؟ ها هذه تعرفوا، هذا التقديم تعرفوا يجيو فيه كبار الشخصيات وغير ذلك، فيه تقريبا ساعتين من الزمن. ساعتين من الزمن ماهوش يقول كما شنقريحه والاعداء ويتربصون بالجزائر. نو نو نو، تيغي بوركار يدير لك 2 زور. انا كل سنه نتفرجوا هذا لا بريزونطاسيون دي كاباسيتي د لارمي تاع فرنسا، يعني تقديم القدرات تاع القوات البريه الفرنسيه. لماذا؟ ماشي باسكو نحبهم، لانه يقدم لك بالتفاصيل الممله القدرات تاع الجيش الفرنسي في قضيه المدفعيه، في قضيه الدبابات يعني كيف تستعمل. يدير لك حتى اون فيكسيون، يدير لك حتى يعني خيال هكا تاع انه فرنسا تتعرض الى هجوم من قوى اجنبيه، كيف فرنسا تتعامل مع الامر. راكم تشوفوا في الفرق في الصوره فقط، الناس كيف تسير بالجيوش. هذا تيغي بوركار لما يتكلم يقدم لك القدرات تاع الجيش الفرنسي، يقدم لك حتى نقاط الضعف وكيف الجيش الفرنسي راهو قاعد يتدارك في نقاط الضعف الموجوده لديه، كيف راهو يتعامل مع التحديات تاع العصر. في حين حنا تتحلها تحل التلفاز تلقى شنقريحه ونحن والاعداء ويتربصون بالجزائر. اوكي، الاعداء يتربصون بالجزائر، انت تفي كوا؟ واش راك دير حتى تواجه هذه التحديات؟ واش راك دير حتى من اجل تحديث الجيش؟ ولماذا قلت لكم اليوم نفضح لكم؟ نروحوا البلد كان ديكتاتوريه عسكريه مثل الجزائر، بلد كان مزبله. شوفوا اليوم البلد هذا واش راهو يديروا. درك نفصل لكم، هذه هي الكوارث الكبرى يعني. شوفوا هذا المقال، قال لك تركيا توقع صفقه بقيمه 200 مليون دولار مع كوريا الجنوبيه مع بدء سيول في الاستحواذ على سوق الدفاع الاوروبيه. يقول لك واحد واش هذه الصفقه تاع 200 مليون دولار؟ هل تركيا راح تشتري اسلحه من كوريا الجنوبيه؟ نو، تركيا اشترت تصميم تاع دبابه من كوريا الجنوبيه، وتركيا راح تصنع دبابتها اللي في شهر ماي القادم راح تخرج اول نسختين منها بعد سنوات من التحضير. وها هي الدبابه التركيه التي ستصدر، واللي هي مستنسخه ولو انها ليست صوره طبق الاصل من الدبابه الكوريه الجنوبيه البلاك بونثر. يعني انه اليوم تركيا اللي كانت متخلفه واش يصنعوا دبابه من الصفر؟ نو، داروا شراكه مع كوريا الجنوبيه، جابوا التصميم تاع الدبابه، التصوير تاع التصميم تاع البرج تاع لا توغال تاع الدبابه، جابوا التصميم من عند كوريا الجنوبيه، ومن بعد شركات تركيه هي تقريبا من صنعت كل شيء، اللهم المحرك وهذيك تاع نقل الحركه ترانزميشن كان من المفروض يعني تمولهم ألمانيا، ولكن بحكم أنه ألمانيا فرضت عقوبات على تركيا فالآن راح يستوردوها من كوريا الجنوبية. راكم تشوفوا بأقل من مليار دولار في المجموع تركيا حصلت على تصميم تاع دبابة كليوم،
ودرك تركيا راح تصمم الدبابه هذه، وهو اصلا عندها طلبيات من قطر حتى تصدر 100 نسخه، تصدر 100 نسخه. كنت تشوفوا في الناس كيف راهي تخدم. انت عندك الريع البترولي والريع تاع الغاز، عندك ملايير الدولارات من المداخيل، ما كناش قادرين. هل اليوم، او هذه هي القضيه اللي حاب نتكلم معكم فيها اليوم، هل لما تروح انت لاكتواليتي، تروح النيوز، تروح الاحداث التي للاخر المعلومات، هل تشوف مثلا حديث على انه الجيش الجزائري يفكر برك في تصميم دبابه، يفكر في تصميم طائرات مسيره يعني تنافس الطائرات المسيره الاجنبيه؟ هل يعني يفكر مثلا في تصميم يعني صواريخ مضادة للطيران او امر مثل هذا؟ ابدا. وراك تشوف انه لما تكون كونتي انتيليجون، لما تكون ذكي، يعني في ظرف يعني سنوات قليله، وفي شراكه مع كوريا الجنوبيه، تركيا اليوم راهي عندها دبابه تركيه وراح تبدا تصدرها. شفتوا الناس وين وصلت، شفتوا الناس اللي تعمل، والشركه حتى على بالكم نظام. احنا نقطه الضعف تاع الجيش الجزائري ما هي؟ وقلتها لكم من قبل، نقطه الضعف تاع الدبابات الجزائريه، عفوا، لهذا قلت لكم احنا الجيش تاعنا راهو مسخره. وش هو نقطه الضعف اللي شفناها في اوكرانيا اللي تعرضت لها الدبابات الروسيه؟ بطبيعه الحال انه الدبابات الجزائريه غير مجهزه بانظمه حمايه فعاله، الاي اس بي، الاكتيف بروتكشن سيستمز. تعرفوا باللي هناك شركه تركيه، الشركه هذه باه تشوفوا الاتراك وين وصلوا، الشركه هذه تاع اسلسان تصنع انظمه تاع حمايه للدبابات مشابهه للانظمه اللي طوروها الاسرائيليين، لانه الاسرائيليين هم النمبر 1 في انظمه الدفاع تاع الحمايه للدبابات. يعني باه تشوفوا يعني وين وصلوا ناس اللي حطوا الامكانيات تاعهم من اجل تطوير الجيش تاعهم. هاي التقديم تاع هذه التكنولوجيا اللي عندها سلسال على سبيل المثال. اصلا نعت لكم فقط باه تشوفوا، لانه البعض ما يفهمش وش هو الفكره تاع النظام. هذه راهي التقديم من عند شركه اسلسان التركيه. يعني عندك انه لما الدبابه تتعرض للقصف، عندك يعني نظام حمايه في الدبابه يحميها من هذا القصف، ويرسل يعني قذائف من اجل توقيف القذائف الهجوميه. هذه من صناعه تركيه. عادي الاتراك عادوا يخدموا هاي الفكره. يعني كيفاش؟ شوفوا الفكره برك تاع هذه انظمه الحمايه تاع الدبابات. هذه من شركه اسلسان التركيه. يعني انه لما تجي قذيفه معاديه، تخرج قذيفه من الدبابه من اجل انه تسيطر عليها. وهذه اكبر نقطه ضعف للجيش الجزائري. عندنا دبابات ما فيهاش انظمه حمايه، دبابات سوفيتيه قديمه يعني لم يتم تحديثها. عوض اننا احنا يكون الجيش الجزائري بناس عندهم كفاءه وناس يعيشوا في اليوم، كما كنت نعت لكم في تيغي بيركار تاع قائد الجيوش الاركان الفرنسيه، حتى في رجب طيب اردوغان، لانه فكره الدبابه التركيه هي فكره تاع رجب طيب اردوغان. قال لهم سنه 2015 انا اريد انه تكون تركيا عندها MBT، يعني مين باتل تانك، يعني دبابه قتال رئيسيه. فحدث ذلك، والآن في 2023 راح تصدر أول نسختين من هذه الدبابة بعد الشراكة مع كوريا الجنوبية. احنا الشراكة مع من نديروها؟ احنا الاستيراد أسلحة روسية. اليوم هاي كاينة عقوبات، ما على بالناش وش هو مصير الجيش الجزائري. الذخيرة لا تصل بحكم أنه بطبيعة الحال المصانع الروسية اليوم راهي متوقفة، وكل تصنيعها موجه للجيش الروسي اللي تنتظره تحديات كبرى. بقينا احنا، بقى الجيش الجزائري في العراء، لأنه الناس هادو لمدة سنوات وهم يشترون في الأسلحة الروسية حصرا، عوض أنهم ينوعوا التسليح، عوض أنهم يقوموا بشراكات مع الأتراك مع الكوريين. لماذا احنا ما عندناش شراكات مثل تركيا مع كوريا الجنوبية؟ لأنه عندك شنقريحة يعرف غير يخرج لك في الخطابات، ونحن أمامنا أعداء، والخطابات الإنشائية، والناس راهي تخدم على جيوشها.
الناس راهي تخدم من اجل مصالح بلدها، الناس راهي تحاول كيف تطور، راهي تحاول كيف تواجه التحديات تاع العصر اللي رانا عايشين فيه. بصح حنا لا حياة لمن تنادي، ناس عايشين في القرون ما على باليش واش من قرن. شوف حتى الفرنسيين من اقوى الجيوش في العالم، هذه تعرفوها القضيه تكلمت عليها من قبل. قال لك اون كا دو غير لا فرونس نو تيندري كان فرون دو 80 كيلومتر. قال لك انه في حاله حرب يعني فرنسا ما تقدرش انها توفر اكثر من 80 كيلومتر كقافله عسكريه، مثل اللي وقت شفناها القافله العسكريه اللي جات من روسيا في بدايه العمليه العسكريه في اوكرانيا. يعني انه هذه القضيه صراو عليها نقاشات وفي الإعلام وناس استنكرت ذلك، والجيش الفرنسي يحاول كيف يتعامل مع الوضع، والآن كاين نقاشات على الموضوع هذا وكاين رفع للميزانية. شفتوا كيف الأهمية تاع النقاشات في بلد انك تخليك انك تدارك نقاط الضعف تاعك. حنا في الجزائر كش نقاش قضية الذخيرة الروسية اللي غير متوفرة. هل سمعت وسيلة إعلامية واحدة تتكلم على الموضوع هذا وتطرح النقاش وتساءل يعني السلطات كيف راح تتعاملوا مع الوضع هذا؟ هل مثلا في قضية الميزانية العسكرية اللي هي ميزانية ضخمة، هل واحد في الجزائر يقدر يسائل النظام ويقول لهم كيف راح تصرفوا هذه الأموال؟ هل هناك يعني برامج من أجل تطوير مثلا صناعة عسكرية جزائرية؟ أبدا أبدا، يا با ديبا، ما كانش نقاش. لا صوت يعلو فوق صوت الدبابات السوفيتية التي أكل عليها الدار وشرب. لو كانت عند الأقل عندنا دبابات الإنسان يرفع راسه بها. وهذه راهي ومازال ندخلوا في تفاصيل يعني اليوم يطول، ولكن اليوم حبيت فقط نبين لكم بأنه هذا الجيش للأسف غير قادر على أي مواجهة عسكرية. بنكونوا واضحين مع بعضنا البعض. هذه إيران وما أدراك ما إيران، راكم شفتوا القصف اللي تعرضت له، رغم يعني كل الإمكانيات والصناعة العسكرية اللي عندهم. اليوم حتى روسيا صارت تستورد من إيران، يعني رغم ذلك والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت إلى القصف داخل البلد. هذه إسرائيل اللي تقدروا تواجهوها أنتم. نظام كل التسليح الروسي اليوم ما عندوش حتى ذخيرة تقدر تواجه. غير الخطابات الإنشائية لما يقول لك إسرائيل خطر، واحد ما يقول لك هذه إسرائيل كيف تشكل خطر على الجزائر؟ أبدا. غير النقاشات يعني هذاك الإنشاء، غير الإنشاء. يقول لك مثلا أنه إسرائيل مثلا صدرت الأنظمة هذيك تاع باراك MX للمغرب مثلا، هذا يشكل خطر على الجزائر، ولو هو يشكل خطر على إسبانيا يعني في الواقع، وإسبانيا هي التي استنكرت. ولكن على الأقل يكونوا عندنا نقاشات على المواضيع هذه، ماشي بالإنشاء وماشي بالشعارات وتحرروا فلسطين وما على باليش واش. نقاشات بواحد زائد واحد، القدرات اللي عندها الجزائر بالقياس مع ما يملكه من يقابلنا. حتى إذا كان المملكة المغربية تقولوا هذا هو العدو، يا سيدي بين لي بواحد زائد واحد كيف أن الجيش الجزائري في حالة أي مواجهة عسكرية هو قادر على مواجهة هذه القوة. يعني واحد يكتب تحية فلسطين، روح قول تحية فلسطين للنظام الجزائري. راني قلت لك اللي جاب لك باتريك بنغيغي اللي هو واحد من أكبر الداعمين لإسرائيل. روح شش قول كلمة. واحد ما يقدر يقول كلمة واحدة. فاليوم النقاشات في الجزائر لابد أننا تكون عندنا نقاشات عقلانية، مش نقاشات إنشائية وبالخطابات الإنشائية. شوفوا حتى في القضية هذه تاع إسرائيل والمخزن وما على باليش واش، غير لو كان نلقى برك هذه سي صا. اسمعوا التحليلات في قنوات النظام مثلا، أو تسمعوا جملة جبونس راح نتفاهموا القضية. ما حبش يمشي الفيديو. على كل حال تلقى غير الخطاب الإنشائي، ما تلقاش تحليل واحد مرتبط مثلا الاتفاق العسكري بين المغرب وإسرائيل ما هي تفاصيله، كيف يشكل خطر على الجزائر، كيف الجزائر عمليا قادرة على مواجهة هذه التحديات. أبدا تسمع هذه الأمور. حنا تسمع غير ونحن ناصرون للقضية الفلسطينية ونحن عندنا مبادئ ونحن ما على باليش واش. ابقى في الشعارات. الناس راهي تقدم. الجيش الجزائري اليوم راهو في العراء، لا ذخيرة،
لا تسليح يعني محترم نقدروا يعني يخلي انه الجيش تاعنا قادر على مواجهة عسكرية ولا اي شيء. ومازال نزيدوا نتكلموا في هذه القضايا، ولو انه انا كي نشوف يعني ما تفعله تركيا صراحة بالدبابة التركية يعني التي ستصدر اول نسختين منها في ماي القادم، يعني في أقل من 3 أشهر، يعني تبكي دما على حال الجزائر، يعني بأنه أمور كنا حنا قادرين نديروها، كنا حنا قادرين نطوروا قدراتنا، كنا حنا قادرين نصنعوا أسلحة. لكن للأسف لما يكون عجز هارمون على رأس الجيش الجزائري بطبيعة الحال مستحيل أنك تتقدم وأنك تحقق أي شيء. وهذا ليس إلا الجزء الأول، وما زلنا حديث على قضية التسليح وعلى قضية الجيش الجزائري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.